السلام عليكم. تعرفوا في الغربة والناس المتغربة الكل تعرفها ما تقدها كان بالخدمة، ولكن فما ناس كيما حالتي أنا وكيما حالة برشا ناس اللي جينا للغربة من غير صنع، وبالرسم تعذبنا على خاطر إن في الغربة كي يلقاوك من غير صنع يزيدوا يحرثوا عليك ويزيدوا يعذبوك، ولكن مش غادي المشكلة في الإخلاص. الواحد كي جاي متغرب ما يعرفش، مش مستانس جاي يخدم خاطر جاي من غير صنعة. وزيد ثم برشا ناس باش تقول لي معناها علاش جاي لأوروب وانت ما عندك الصنعة، لكن الحمد لله وتعلمنا في الأوروب صنعة واحمد ربي باش الناس كدكم سكروا لهم فهم. جيت للأوروب وما نعرفش لا نخدم لا نعرف حتى شيء ولا نعرف حتى معناها خلاص كيفاش الناس تخرج، كنت نقرا على روحي. جيت يا سيدي خدمت مع جماعة، استنست مع الانسان اللي خدمت معاه نخلص فهمتني كل جمعة تعطوني طرف فلوس وكل شيء. يعني كي نوصل في راس الشهر نلقى روحي ما عنديش فلوس، وبالرسمي الناس اللي متغربه تعرف كي تاخذ فهمتني فلوسك بالطرف راهي تذوب كيفك كيما الملح، لا تعرف كيش تتصرف فيها، تخلص سكريك تخلص ماكلتك شويه دخانك منه ومنها تلقى روحك هكاك قعد. ياك هو مع الانسان الثاني كي خدمت معاه قلت يا سيدي يعني هذا باش نحاول اني نشد مده طويله باش نقول له اعطيني الاخلاص، باش نحاول نطلب شهريه صغيره فهمتني ونحاول نشد بالطرف. حبيت نلم طرف فلوس، واني اكبر غلطه اني نلم الفلوس عند الباترون اللي نخدم عنده. يا سيدي خدمت وقعدت طرف فلوس باهيه، جيت باش تجي الساعه قال لي خويا كم ذا، قلت له اسمع حاجتي بك الفليسات مدهم احمد ربي هو ساعه خلصني فيهم الا بعد ما ريقي يشيح. كي خلصني فيهم المعلم ما عندوش البودجي هذاك الكبير، مش كبير برشا هو، عمل لك مدولي في شيك. واني وين نعرف الشيكات كيفاش، لا عندي لا كونت بونكر لا شيء، كاش متغرب لازم اول ما يجي يعمل كونت بونكر باش يجمع على الاقل يحول الشيكات. جيت يا سيدي ما نعرفش كيفاش نتصرف، مدلك الشيك درت يمين درت يسار اخويا نلقى واحد باش يبدلهولي، ولد حليل راهو نعرفه زاد. المعلم كي بدل لي الشيك مدي لي فلوس ناقصه ياسر حسب اللي تفهمني. قلت له كيفاش خليني نحيت لك ال 15%. استغلني مازلت جديد ونحالي 15% من الشيك.